الجو ده محتاج ليمون نعناع. طريقة ليمون بالنعناع زي الكافيهات وانتي في البيت. في الحر ده مفيش أحلى من عصير ليمون بالنعناع البارد المنعش. هقولك على طريقة سهلة ولذيذة لعمل الليمون بالنعناع زي الكافيهات والمطاعم بالظبط. وكمان هقولك على وصفة سموزي الليمون بالنعناع بالحليب لو عايزة حاجة كريمية ومغذية. لو بتحبي المشروبات الباردة في الصيف وفي حر الصيف يبقى الفيديو ده ليكي. جربيه وقوليلي رأيك في الكومنتات. لو أول مرة بتشوفيني فأنا أمنية علي ودي قناتي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. طبعا في الحر ده مفيش أحلى من ليمون بالنعناع البارد المنعش. النهاردة هنعمل مع بعض عصير ليمون بالنعناع زي الكافيهات، زي الجاهز وأحلى كمان. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هبدأ أجهز المكونات. معايا تلج كسرته، ونعناع قطفت الورق بس ما اخدتش العيدان، الورق بس من غير عيدان، يعني 5-6 اعواد نعناع. معايا 5 معالق سكر، 3 ليمونات، كوباية لبن، وكوبايتين مية باردين جدا، يعني لو فيهم تلج يبقى افضل يعني. اول حاجة طبعا غسلت الليمون وهبدأ اقطعه، وانا بقطعه نصين هطلع بس شرايح. انا هعمل كوبايتين فهعمل لكل كوباية بس شريحة هطلعها من وسط الليمون كده، يعني مش هقطع ليمونة لوحدها عشان شرايح الليمون. اطلع بس شريحة كده دي اللي هحطها على الكوباية. هقطع الليمون واشيل منه البذر. عندك بقى ليمون اصفر ليمون اخضر مش هتفرق كتير، لان كده كده النعناع هيدي اللون الاخضر لليمون. انا عايزه بس ليمون يبقى فيه ميه، يعني ما يبقاش ناشف. طلعت بقى قطعت الليمون وطلعت البذر من الليمون خليته على جنب، لان البذر اللي بيدي مراره لعصير الليمون. هنحط اللبن النهارده، كمان القشر بيدي مراره بس مش زي البذر، فهشيل البذر واللبن بقى هو اللي بيشيل المرارة. جبت بقى الخلاط وهبدأ احط شرايح الليمون اللي انا عملتها، واسيب الشريحتين اللي انا طلعتهم على جنب، دول اللي هحطهم على الكوباية. وطبعا ما دخلتش البذر. هدخل الليمون في الخلاط وابدأ احط كل المكونات. لو الخلاط بتاعك بقى يضرب التلج حطي التلج، لو مش هيضرب التلج وخايفة على الخلاط خلي التلج يبقى في الكوبايات. انا خلاطي يعني حاسه ما يكسرش التلج، فعشان كده هحط كل المكونات ما عدا التلج هحطه في الكوبايات، وانا هبقى مقطعاه مكسراه يعني. حطيت الليمون وهحط السكر، بعد كده هحط المية بقى واللبن. المية مشبرة يعني جايباها متلجة، بحاول اعوض ان انا مش هحط التلج في الخلاط. وهبدأ بقى اضرب كل المكونات دي مع بعض. حطيت النعناع بقى مقطفاه 5-6 اعواد كده، لو عاوزة تكتري كتري مفيش مشاكل، يعني هو كل ما يبقى اكتر صراحة كل ما بيدي لون وبيدي طعم حلو جدا لليمون بالنعناع. عملنا قبل كده موهيتو الليمون بالنعناع، ده هيظهر في اخر الفيديو، كان خطير جدا وعجب ناس كتير يعني. ضربت العصير في الخلاط هصفيه بقى وابدأ ايوه ابدأ بقى في التقديم. في الحر ده طبعا مفيش احلى من الليمون بالنعناع البارد والمنعش. اجمل حاجة ممكن تعمليها في الصيف، شايفة الجمال خطير رهيب. عايزاكي تجربيه بالطريقه دي وتقولولي رايكم في التعليقات. طبعا انا محطتش التلج في الخلاط، هحطه دلوقتي في الكوبايات. انا مقطعاه قطع كده وهبدا اصب عليه ممكن كمان يعني وانتي بتحطي اللبن ممكن تحطي كمان معلقه زبادي، هيطلع كريمي اكتر زي اللي بنجيبه كده من الكافيهات. يعني الكوباية عندي انا هنا ب30 جنيه، ما تكلفتش اي حاجة، 3 ليمونات وكم معلقة سكر كوباية لبن، كل حاجة موجودة في البيت، وعملنا احلى ليمون بالنعناع. جميل جدا في الحر ده. مفيش احلى من انك تعملي عصير ليمون بالنعناع في البيت، وزي الكافيهات، وطريقة التقديم كمان زي الكافيهات والمطاعم بالظبط.
هبدأ بقى أرص شرايح الليمون اللي أنا طلعتها على جنب من وسط الليمونة كده، هحطها بس على طرف الكوباية، وحطيت التلج. هبدأ بقى أصب العصير. شايفين الجمال؟ خطير. وشايفين الرغوة رهيبة عليه من فوق، رهيب. هبدأ بقى أصب العصير ونشوف بقى الشكل النهائي مع بعض هيبقى ازاي. جربي كمان سموزي الليمون والنعناع لو بتحبي الطعم الكريمي. هتزودي بس معلقة زبادي أو عصير الليمون بالنعناع الأخضر واللبن لو عايزة وصفة مغذية ومنعشة في الوقت ده. صدقيني الوصفة دي هتغير فكرتك عن العصير تماما. دلوقتي بقى بحط النعناع وهبدأ أحط الليمون، ونشوف بقى أحلى ليمون بالنعناع عملناه النهاردة زي الكافيهات والمطاعم، وما تكلفناش أي حاجة. من أجمل العصاير اللي ممكن تعمليها في الصيف، وسهلة جدا وسريعة جدا ومفيهاش أي حاجة، ما خدتش كمان وقت. يعني حتى لو جالك ضيف ممكن تعمليها في دقيقتين، أسرع من الشاي. لو هتعملي شاي أو تعملي عصير ليمون بالنعناع، لا، هي أسرع من الشاي، وكمان حاجة منعشة جدا في الصيف. الجو ده فعلا محتاج ليمون بالنعناع، وهو من أحلى العصاير اللي ممكن تقدميها في الصيف. طريقة الليمون بالنعناع زي الكافيهات، بس وانتي في البيت. منعش جدا وجميل جدا في الحر ده. مفيش أحلى من عصير ليمون بالنعناع. طريقة النهاردة سهلة ولذيذة لعمل الليمون بالنعناع زي الكافيهات والمطاعم بالظبط. وقلنا كمان ازاي تعملي سموزي الليمون بالنعناع بالحليب لو عايزة حاجة كريمية ومغذية. شايفين الجمال؟ رهيب، روعة. الجو ده فعلا محتاج ليمون بالنعناع. طريقة الليمون بالنعناع زي الكافيهات والمطاعم عملناها خطوة بخطوة. في الصيف والحر ده مفيش أحلى من المشروبات الباردة، سهلة ومنعشة. طريقة عمل الليمون بالنعناع زي الكافيهات والمطاعم بالظبط عملناها النهاردة. أحلى ليمون بالنعناع منعش في الصيف بطريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة. وقلنا على سموزي الليمون بالنعناع لو بتحبي الطعم الكريمي، أو عصير الليمون بالنعناع الأخضر واللبن لو عايزة وصفة مغذية ومنعشة في الوقت ده. صدقيني الوصفة دي هتغير فكرتك عن العصير. جربيها بالطريقة دي، وما تنسيش تقولولي رأيكم في التعليقات، لأن رأيكم بيفرحني. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.